واش كتعرفوا باللي التسجيل في الاحياء الجامعيه بدا بشكل رسمي؟ واش باقي ما تسجلتيش؟ اليوم غادي نعطيكم كلشي التفاصيل اللي غادي تخليكم مستعدين ومرتاحين باش تسجلوا في الاحياء الجامعيه. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الخبر مهم بزاف للطلبه الحاصلين على الباك اللي كيقلبوا على سكن جامعي. تفتح الباب ديال التسجيل في الاحياء الجامعيه العام الدراسي 2024 2025، وهذا كيعني ان الوقت ديالك باش انك تحاول تحصل على مكان في الحي الجامعي بدا الان. كن مستعد باش نوضح لك كل حاجه بالتفاصيل. اول حاجه بالنسبه لمده الاستفاده، الاحياء الجامعيه كتضمن لك السكن طيله الفتره ديال الدراسه ديالك اللي هي 3 سنوات بطبيعه الحال في الاجازه. بالنسبه للاطعام، الماكله حتى هي تتكون في الاحياء الجامعيه بالثمن اللي هو رمزي، اللي هو ما بين درهم ونص حتى 2 دراهم. بالنسبه للوجبه تيكونوا 2 ديال الوجبات اللي هي الغداء والعشاء، وهذا الشيء يقدر يعاونك انك تركز على الدراسه ديالك وينقص من المصروف ديال الماكله. بالنسبه للتغطيه الصحيه فتتكون التغطيه الصحيه بطبيعه الحال. بالنسبه للمصاريف ديال التسجيل راه تتكون ما بين 380 و 400 درهم بالنسبه للعام، تتخلصها في البدايه فاش تبغي تسجل. بالنسبه للشروط المطلوبه للتسجيل، اولا خصك تكون بطبيعه الحال مغربي وعندك الباك من 2022 2023 او 2024. خص ما تكونش سبق لك استفدتي من السكن بطبيعه الحال في الحي الجامعي. ايضا العنوان ديالك يكون بعيد على المدينه اللي راها فيها الجامعه وما كاينش ليها الربط المباشر بالنقل الحضاري. ايضا ما تكونش عندك خدمه او لا وظيفه، وايضا يكون العمر ديالك ما يتجاوز 26 سنه. وهناك ايضا بعض المعايير المرتبطه بالدخل السنوي للابوين. بالنسبه لمراحل ديال التسجيل، باش تسجل بسرعه وبسهوله غادي خصك تجمع الوثائق اللي هي صوره شمسيه، تصريح بالشرف خصو يكون موقع من الطالب والوالدين، وتكون شهاده ديال الدخل السنوي للابوين، وشهاده الاعاقه الا كنتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، ووثائق تثبت لبعض الحالات الخاصه مثلا اليوت من الطلاق الى غير ذلك. بالنسبه للتسجيل ممكن تدخل الموقع وتسجل الطلب ديالك وتحمل الوثائق المطلوبه. بالنسبه للموقع غادي تلقاوه في الوصف. بالنسبه ايضا حتى للتصريح بالشرف ان شاء الله غادي نحطو حتى هو في علبه الوصف. المهم ما بقاش بزاف الوقت، اخير اجل التسجيل هو 16 شتنبر 2024. ما تضيعش الفرصه وتسجل دابا. وغتسنى بطبيعه الحال فاش غادي تلاحوا اللوائح بالنسبه لكل حي جامعي، راهم تيتعلقوا فاش تتبدا المرحله ديال التسجيل. بالنسبه للجدد راه تيتعلقوا في الباب ديال الاحياء الجامعيه، وراه في الغالب تيكونوا في الجروبات ديال داك الحي الجامعي او لا بعض الصفحات اللي مهتمه بديك المنطقه او لا بداك الموقع فاش راه كاين داك الحي الجامعي. الا كنتي باغي سكن جامعي ها هي الفرصه قدامك، سجل قبل ما يسال الوقت وغادي تنافس باش تحصل على البلاصه ديالك في الحي الجامعي. ما تنساش تخلي لنا تعليق، والا كنتي تعرف شي حد محتاج هذه المعلومات شاركها معاه. شكرا على المتابعه ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.